العصفورة قالت لي ان انت واتنين صحابك هتعملوا شورت فيلم حزين مليان فويس اوفر عن شاب عنده 19 سنة غضب على المجتمع عشان صاحبته سابته، وخططته وصرفته وجبتوا الكاميرا الفجرة اللي صاحبك الفوتوغرافر قالك عليها، وجبتوا عدسة 50 صيني، وبكده انتوا جاهزين طبعا تصوروا وتطلعوا ابداعكم للعالم. وما تسألنيش عرفت الكلام ده منين، عشان عارف عنك كل حاجة وعارف انك ما بتحبش السبانخ وانك بتخاف لحد دلوقتي تطلع رجلك تحت البطانية وانت نايم. الكلام ده معناه ان الواد ده كشفني شخصيا. بس قبل ما تطلع ابداعك للعالم خليني اسألك سؤال مهم. تقدر تقول لي ايه هي اهم أداة بيستخدمها مدير التصوير؟ طبعا هتقول لي الكاميرا، هتقول لي عدسات. لا، اهم واول حاجه بيفكر فيها اي مصور محترف هي الاضاءه، وده لانها عنصر اساسي في تكوين الصوره ومعناها واحساسها. ورغم ان الاضاءه يمكن ما تكونش معقده وصعبه بالشكل اللي انت متخيله، الا انها من اكتر الحاجات الحرفيه اللي بتصنع الفرق ما بين مصور محترف ومصور على باب الله. قبل ما نتكلم عن تكنيكات الإضاءة، في معلومة مهمة ويمكن بديهية لازم تعرفها الأول، وهي إن كل مصادر الإضاءة بتكون حاجة من الاتنين، يا إما هارد لايت يا إما سوفت لايت. الهارد لايت زي ما هو باين من اسمه بيكون ضوء قوي ومركز، وبيكون من مصدر إضاءة حجم سطحه صغير، وده بيعمل شادوز قوية وحادة. اما السوفت لايت فبيكون عكس كده، يعني بيكون قوته اضعف شويه وبينور مساحات اوسع، وبيكون حجم سطحه كبير فبيعمل شادوز اقل وانعم. الهارد لايت من مميزاته ان احنا ينفع نحوله لسوفت لايت، بس السوفت ما ينفعش نحوله لهارد. ازاي بنحول الهارد لسوفت؟ عن طريق حاجه من الاتنين. اول حاجه اننا نستخدم ديفيوزر نحطه ما بين مصدر الاضاءه والحاجه اللي احنا بنصورها، وده بيعمل تشتيت او توزيع للاضاءه، وكل ما كان الديفيوزر ده حجمه اكبر كل ما خلى الاضاءه انعم. الديفيوزر مش لازم يبقى حاجه احترافيه، ممكن تستخدم ورق الكلك الشفاف اللي بيتباع في المكتبات عادي. تاني حاجه ممكن نعملها عشان نحول الهارد لايت لسوفت اننا نستخدم باونسر او ريفليكتور، فنخلي مصدر الاضاءه ظهره للحاجه اللي احنا بنصورها ونحط قدامه الباونسر اللي بيعكس الاضاءه اللي جايه من المصدر ويوزعها بشكل اوسع فتبقى انعم واهدى. الإضاءة الطبيعية ودي اللي بتبقى دايما موجودة بشكل مجاني لأي حد زي الشمس والقمر والنار. الإضاءة الطبيعية هي اللي انت عادة بتتأقلم معاها وبتظبط المشهد بتاعك عليها، على عكس طبعا الإضاءة الصناعية ودي اللي هي كل أنواع الإضاءة اللي احنا بنستخدمها وبتشتغل بالكهرباء، ودي بتقدر تتحكم فيها طبعا بشكل كامل. وعلى حسب المشهد بتاعك وعلى حسب اختيارك الشخصي ممكن تصمم الإضاءة كلها بالإضاءة الطبيعية أو كلها بالإضاءة الصناعية أو تعمل دمج ما بين الاتنين. الوايت بالانس او توازن اللون الابيض، وهو مصطلح بنقصد بيه التوازن ما بين حرارة الاضاءة الحقيقية وحرارة الاضاءة على الكاميرا. يعني ايه الكلام ده؟ كل مصادر الإضاءة سواء طبيعية صناعية سوفت هارد بيكون ليها درجة حرارة معينة، ودرجة الحرارة دي بتتقاس بالكلفن، ولما الكلفن بيعلى عن كده الإضاءة بتميل للون الأزرق بالتدريج، ولما بينزل عن كده بتميل للون الأصفر بالتدريج. فأنت مثلا لو عايز تظبط الوايت بالانس بشكل سليم وطبيعي في الصورة ومصدر الإضاءة بتاعك الكلفن بتاعه 3300 مثلا، فأنت محتاج تظبط ده عن طريق الكاميرا نفسها عشان تحقق التوازن السليم. بس طبعا الوايت بالانس في السنين الأخيرة ما بقاش يعتبر مشكلة كبيرة، لأن دلوقتي بقى في مصادر إضاءة تقدر تغير الكيرفن بتاعها بمنتهى السهوله، وفي برضه الار جي بي اللي تقدر تديك اي لون بكل سهوله. نيجي بقى دلوقتي للهاي كي واللو كي لايتنج. الهاي كي لما بيكون المود العام للصوره اضاءته عاليه والشادوز والكونتراست فيه قليلين، وده طبعا عكس اللو كي اللي بتكون الاضاءه فيه اقل والكونتراست فيه اعلى شويه. الهاي كي غالبا بنطبقه في الاعلانات او في الاعمال الرومانسيه والكوميديه او اي حاجه لايت عموما، لانه بيدي احساس بالبهجه والحيويه والسعاده. اما اللو كي بنطبقه طبعا في الاعمال الدراميه اكتر لانه بيدي احساس بالغموض والتشويق، ولكن ده برضه بيعتمد على الرؤيه الفنيه، لان هي مش قاعده نستخدم ده هنا وده هنا. في اعلانات كتير مثلا بتتصور لو كي واعمال بيكون فيها دمج ما بين الاثنين على حسب المشهد او الحاله. قبل ما تبدأ تصوير اسأل نفسك الكي لايت فين؟ ده مصدر الإضاءة الرئيسي في أي مشهد، وبيكون أقوى مصدر إضاءة في الصورة، وهو اللي بيحدد الجو العام للصورة وشكلها هيبقى عامل إزاي. أهم خطوة تقريبا عند مدير التصوير في أي مشهد هو هيحط الكي لايت بتاعه فين، وهيكون سوفت ولا هارد، هيكون وورم ولا كولد ولا داي لايت، إضاءة طبيعية ولا إضاءة صناعية، لأن أي مصدر إضاءة تاني هيستخدمه بعد كده هو يعتبر بيخدم أو بيكمل الكي لايت، ومكانه في الصورة هيعتمد على مكان الكي لايت. الكي لايت ممكن يتحط في أي مكان، ملوش مكان محدد، مكانه بيعتمد على تكوين الصورة وعلى نوع البروجكت اللي انت بتصوره، وهل الصورة مثلا فيها شخص واحد او كذا شخص
او ما فيهاش اشخاص اصلا؟ هل الاشخاص ثابتين في المشهد ولا بيتحركوا؟ هل انت عايز تنورهم كلهم بشكل متساوي ولا في حاجه معينه في الكادر عايز تجذب عين المشاهد ليها؟ كل دي اسئله لازم تسالها لنفسك لما تيجي تختار مكان الكي لايت بتاعك، لان كل حاجه بعد كده هتعتمد على الاختيار ده. بعد ما خلاص جهزنا الكي لايت فهتواجهك مشكله بديهيه ومتوقعه، وهي ان بقى في شادوز قويه جدا والكونتراست بقى عالي جدا. وهنا يجي دور الفيل لايت، وده بيكون مصدر اضاءه ثانوي ولكنه اول حاجه بنفكر فيها بعد الكي لايت، وده الغرض الرئيسي منه ان احنا نقلل بيه حده الاضاءه بتاعه الكي لايت وننعم الشادوز اللي سببها عشان الصوره تكون مريحه اكتر للعين. الفيل لايت في الطبيعي بيكون موقعه عكس موقع الكي لايت، وبتكون قوه اضاءته اقل، لانه لو كان على نفس المستوى من الاضاءه فكده مش هيبقى فيه شادوز خالص. وفي بعض الحالات ممكن يكون ده فعلا اللي انت عايزه، ان الصوره تبقى فلات وما يبقاش فيها اي شادوز، بس في اغلب الحالات لا، لان الشادوز اهميتها من نفس اهميه الهايلايتس، وفي حالات معينه بتكون اهم اصلا من الهايلايتس، لان الاتنين مع بعض بيبقوا من الحاجات اللي بتساهم في الوهم اللي بيخلق البعد الثالث او العمق في الصوره. وبمناسبة العمق في الصورة ده يودينا لحاجة تانية وهي الباك لايت، وده بنستخدمه عشان ننور الأشخاص من الخلف، وده الغرض الأساسي منه إن هو يعمل زي هالة بسيطة حوالين الشخص اللي في الصورة، وده طبعا بيحسن من إحساس البعد الثالث في الصورة، لأنه بيدي إحساس بالمسافة ما بين الشخص والخلفية. حاجه كمان وهي الباك جراوند لايتنج، ودي مختلفه عن الباك لايتنج عشان بس ما تتلخبطش ما بين الاثنين. الباك جراوند لايتنج هي الاضاءه اللي بتنور الخلفيه مش الشخص. الاضاءه مش انك تنور الشخص بس، بالعكس كل حاجه في الكادر بتكون جزء من الصوره، سواء الفور جراوند او الباك جراوند. الباك جراوند سواء كان الديكور متصمم للمشهد او مكان حقيقي مش متصمم، فهي بتقول معلومه معينه للمشاهد او بتوصل احساس معين، ولو ما كانتش متنوره بالشكل المناسب يبقى المعنى او الاحساس ده مش هيوصل. حاجة كمان وهي الامبيانت لايتنج، وهي دي الإضاءة الطبيعية أو الصناعية اللي بتكون اوريدي موجودة في المكان اللي أنت بتصور فيه. دي الإضاءة اللي احنا ما بنختارهاش، زي الشمس والقمر وعمدان النور في الشوارع بالليل. الامبيانت لايت ممكن تستخدمه كجزء من الصورة وممكن تحجبه خالص لو مش عايزه. يعني مثلا لو بتصور داخلي ممكن تستخدم إضاءة النهار اللي داخلة من الشبابيك كأنها كي لايت أو فيل لايت أو باك لايت، أو لو مش عايز ضوء الشمس ده ممكن تقفل الشبابيك أو الأبواب أو تحجبهم. والمشهد بتاعك لو خارجي مثلا ممكن تحط ديفيوجن تحول بيه ضوء الشمس من هارد لسوفت، بس مثلا مش هتعرف تحول النهار ليل، زي مثلا افلام الابيض واسود لما كانوا بيصوروا بالنهار على انه ليل، فتلاقيهم بيقللوا كده الاكسبوجر شويه، تلاقيهم حاطين لك بقى افكت صوت صرصور الحقل وبتاع وكده ليل خلاص. يعني كانت بتبقى باينه، بس كانت بتعمل عادي في افلام كتير. البراكتيكال لايتنج، وده مصدر الاضاءه اللي بيبقى ظاهر في الصوره، زي نجفه مثلا، اباجوره، شمعه، او حتى الشمس نفسها. شايف ده براكتيكال لايتنج. البراكتيكال لايت ممكن يكون وجوده في الكادر مكتوب في السيناريو كجزء من القصه، زي مثلا لو عندي شخصيه معينه ماشي مثلا في الضلمه شايل شمعه او شايل مشاعل، او يكون وجوده جزء من الشكل الجمالي وتكوين الكادر مش في الاحداث. اهم دور للبراكتيكال لايت هو الاحساس بالواقعيه، لان دي فعلا بتبقى الاضاءه العاديه اللي بتبقى موجوده في البيوت وفي الشوارع وفي اي حته، بس ساعات بنواجه مشكله ان البراكتيكال لايت ممكن يكون مش قوي كفايه ان هو يبقى كي لايت او فيل لايت او باك لايت، وده بيودينا للنقطه الجايه، الموتيفيتد لايتنج. في ناس كتير بتخلط ما بين الموتيفيتد لايتنج والبراكتيكال لايتنج وبيفتكروهم نفس الحاجه، بس ده طبعا مش صح. الموتيفيتد لايتنج هي الاضاءه اللي بنستخدمها عشان نقوي او نحسن البراكتيكال لايتنج او نستبدلها. امتى بنستخدمها عشان نحسن؟ لما مثلا يكون عندنا مصدر اضاءه طالع في الكادر الاضاءه بتاعتها طلعت مش قويه كفايه، فهنا هيكون الحل انك تستخدم مصدر اضاءه تاني ما يبانش في الكادر ويدي نفس الاضاءه بس بشكل اقوى. في النهايه هل احنا كده قلنا كل حاجه عن الاضاءه؟ اكيد لا، احنا بس يا دوب اتكلمنا عن جزء من المفاهيم الاساسيه. عالم التصوير السينمائي هو عالم كبير جدا، وكون انك بتعرف تستخدم كاميرا ده مش معناه انك مصور محترف، وعشان تكون محترف لازم تجرب كل حاجه بنفسك وتتفرج على افلام ومسلسلات نظيفه تتعلم منها، مش افلام الكومباوندات اللي فاشخه دماغك وبتقتل خلايا الابداع في مخك. مدير التصوير بيبقى زي الرسام بالظبط، بس الفرق ان في الرسم بيبقى عندك صفحه بيضاء، انما هنا انت عندك صفحه سوداء زي حياتك، بتكون محتاج تنورها صح عشان تعرف تشوف التفاصيل وتخلق منها مود تعيش جواه المشاهد. لازم نكون فاهمين ان الاضاءه في السينما وفي التلفزيون مش مجرد اننا ننور الصوره وخلاص، لكن ننورها ازاي
وليه، ونكون عارفين المعنى والاحساس اللي احنا عايزين نوصله وفي نفس الوقت يخدم المشهد. ورغم كل التكسكه اللي انت بتشوفها مني، لكن انت عارف كويس ان انا هقول لك الحقيقه، مش هضحك عليك زي العيال بتوع كيف تصور مشهد سينماتيك بموبايل نوكيا. يعني ايه سينماتيك؟ مفيش حاجه اسمها سينماتيك. ممكن تجيب اجمد ناس يصمموا الديكورات والملابس، وتجيب اغلى كاميرا واغلى عدسه موجوده في السوق، بس كل ده ولا هيبقى ليه لازمه لو مش عارف تنورهم صح. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده. لو عندك اي سؤال سيب لنا كومنت، ولو احنا على اليوتيوب ممكن تعمل سبسكرايب، ونشوفكم الحلقه الجايه.